السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد في القناة ديالي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم ان شاء الله نوجدوا مع بعضياتنا واحد السلطه رائعه كتجي غزاله وراقيه، وكنتمنى منكم تجربوها حيت كتجي لذيذه بزاف وتستاهل التجربه. بسم الله على بركه الله. ندوزو المقادير. غنحتاجو الجوج ديال الجزرات، غادي تقطعوهم تحيدوا لهم القلب ديالهم وتقطعوهم على هذا الشكل. جوج ديال البطاطات حتى هما كتقطعوهم على هذا الشكل، والقليل من الكريفيت، واللي ما عندوش يقدروا ديروا في بلاصتو الكالامار ولا الفرخ ولا اللي عندكم. المايس، جوج ديال الكيسان ديال الجلبانه، وجوج ديال الكيسان ديال الروز كلاصي، والكاس ديال اللي غتعبروا به الروز هو اللي غتعبروا به الماء من بعد. جوج معالق كبار ديال الزيت، معلقه صغيره مع امراش ديال الابزار، ومعلقه صغيره مع امراش ديال الملح، ولكن تقدروا تزيدوا ولا تنقصوا على حسب الذوق ديالكم. ثومه صغيره، وهاد الساشي ديال الخرقوم حتى هي تقدروا تحيدوها، انا كتعجبني كنديرها فيها. الان غادي نحطوا كاع المكونات ديالنا في الطنجره ديال الضغط، وغادي نضيفوا عليهم شويه الملحه والبزار والثومه والخرقوم الملون ديالنا. الان غادي نضيفوا الماء على المكونات ديالنا بالعبار. غادي ناخذوا الكاس اللي عبرنا به الرز، كل كاس ديال الرز معه جوج كيسان الماء. احنا درنا جوج كيسان ديال الرز، يعني غادي نضيفوا 4 ديال الكيسان ديال الماء. كنحركوا مزيان المكونات ديالنا باش ما يلصقوش لينا. ومن بعد كنسدوا على الطنجره ديال الضغط ديالنا وكنوضعوها فوق النار 7 دقائق. غادي تلقاوها نشفات لكم من الماء، كتحيدوها وكديروا فيها هذاك الذره المايس وكتقدموها وبالصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي ديال لاصالاد ديالنا. بصراحه جات بنينه ولذيذه بزاف. كنتمنى منكم كاملين تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير، وكنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. كتجي ساهله ودغيا كتوجد. وما تنساونيش البنات بجيم وابوني وبارطاجيو مع البنات صحاباتكم، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. اعانكم الله.